بس تعرفوا الموناليزا ما كانتش مشهوره قوي كده زمان. الشهره الحقيقيه بدات بجريمه سنه 1911، واحد ايطالي سرقها وخرج بيها في جيبه. العالم كله اتجنن والصور نزلت في كل جرايد الدنيا. امال لو كان في وقتها السوشيال ميديا كان ايه اللي جرى؟ الناس كانت بتروح المتحف عشان تروح تقف قدام الحيطه الفاضيه اللي فيها صوره اتسرقت، ومن هنا بدات الاسطوره. السرقه دي اللي خلت اي حد بيسافر باريس من الخليج او الوطن العربي اول حاجه بيقرر يعملها يروح يشوف الحرامي سرق ايه. وعشان تعرفوا ان دافنشي بيجري في عروقنا هنا، الرسام ده هو نفسه صاحب لوحه سلفادور ماندي او مخلص العالم اللي اشتراها مشتري خليجي ب 450 مليون دولار، يعني اغلى لوحه اتباعت في التاريخ. دافنشي ساب لنا الغاز مش بتخلص. عين الموناليزا في حروف مجهريه مكتوبه ال في، والعين المجرده خلال 500 عام ما قدرتش تشوف حاجه زي دي. وكأن الموناليزا بتقول لنا ان الفن هو الاستثمار الوحيد اللي قيمته بتزيد مع الزمن مش بتقل. موضوع ال في سنه 2010 اللجنه الوطنيه للتراث الثقافي في ايطاليا قررت تفحص اللوحه باجهزه متطوره كبيره قوي، يعني اجهزه ميكروسكوبيه. اكتشفوا مفاجاه ما كانش حد بيشوفها بالعين المجرده لمده 500 سنه. ايه هو اللغز ده؟ في العين اليمين للموناليزا دافنشي رسم حرفين صغيرين جدا ال في الاسود فوق اللون الزيتي. طبعا الحرفين دول اختصار لليوناردو دا فينشي. الحروف دي مش مكتوبه بخط واضح،